يكتشف فرسان التنانين عوالم جديدة ويحصل تفكك للفريق. السؤال الأبرز: هل يجتمع الفريق مرة أخرى؟ هذا ما سوف نشاهده في ملخص الموسم السابع لتنانين العوالم التسعة. بعد أسابيع قليلة من هجوم بازو، كان دي أنجلو يعمل في مستشفى التنانين. أخبره والده أنه يحتاج لمساعدته في تأمين آيكاريس بدلاً من العمل في المستشفى. يحاول دي أنجلو الاحتجاج، لكن فيليب لا يترك له أي خيار. توم وجون يتدربان لشن غارة على معسكر بازو لاستعادة كتاب التنانين، لكن دي أنجلو غير قادر على الانضمام بسبب دورياته مع والده. في الليل، فيليب ودي أنجلو يتلقون تنبيها بوجود مشكلة في آيكاريس. يتبين أن المشكلة كانت بسبب هوب جوبلر الذي ابتلع قطعة من المستشعر. يساعده فيليب على بصقها، وأصبح التنين يتودد له. يأخذ دي أنجلو هوب جوبلر إلى المستشفى، حيث يتم تشخيص إصابته بالتواء في ساقه وجناحه.